ومع السيد مدير أمن محافظة الجهراء نستطلع رأيه في مشكلة العنف لدى الطلاب. سيادة العميد، هل تستطيع أن تبين لنا موقع محافظة الجهراء على خريطة العنف بين الطلاب بين محافظات الكويت طبقا للإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية؟ طبعا انا اتكلم استاذ الكريم من واقع احصائيات رسميه. بالنسبه لمحافظه الجهراء، بالنسبه للعنف الطلابي او العنف اللي يحصل في مدارس وزاره التربيه تعتبر من اقل المحافظات. هذه الان انا يعني معايشها يوميا. فلذلك العنف الطلابي في محافظه الجهراء يعتبر من اقل المدارس في الكويت، ولكن ما ننكر المشكله هذه موجوده. وانا اللي اقوله او اللي اقدم النصيحه ان التربيه هي الاساس بالنسبه للعنف الطلابي. ما نحمل وزاره التربيه او المدارس او الاخوه الافاضل النظار او المدرسين كل المشكله، انما يتحملون جزء من المشكله، ولكن الاغلبيه او تقريبا 90% يتحملونها البيت اللي هم التربيه من الاساس. انه يعلمون الاطفال، يعلمون اولادهم، يعلمون بناتهم الصبر وقوه التحمل ورد الإساءة بالحسنة. هذا يخفف كثير من هذه، وهذا يرجع الأساس إلى التربية في البيت. يجي المكمل الآخر والمكمل المهم بعد كذلك اللي هو الأخوة الأفاضل النظار والوكلاء والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين. يفترض أن يكون في محاضرات لو باليوم 15 دقائق مو بالكثير، يعطون الطلبة فكرة عن الصبر وفكرة عن قوة التحمل وفكرة عن حب زملائهم وحب الآخر والاستماع من الآخر، وإذا حصل خطأ من الآخر أنه ممكن يوصل هالشيء هذا إلى المسؤول، سواء أخصائي اجتماعي أو المدرس أو الوكيل أو ناظر المدرسة، بحيث أن نخفف من هالظاهرة اللي فعلا مقلقة لنا كلنا كأولياء أمور. أنا أكلمك كولي أمر كذلك، يعني كمسؤول أول عن محافظة الجهراء بالنسبة للأمن، وكذلك كولي أمر. فهذا يخفف كثير من المشكلة في نطاق مدارس وزارة التربية. هل تستطيعون سيادتكم التصريح بشأن ما هي أهم المقترحات التي تقدمونها لوزارة التربية لتقليل مدى العنف، خصوصا في مدارس منطقة الجهراء، خصوصا في تيماء والقصر؟ طبعا أنا أتكلم هذا رأيي الشخصي. أنا أتكلم رأيي الشخصي بالنسبة للعنف اللي أنت حددت مدارس معينة. طبعا أنا كمدير أمن ما جاني شيء رسمي إنه والله في عنف كثير لهالدرجة في المدارس اللي أنت تذكرهم، إنما موجودة مشاكل بسيطة، يعني ما توصل إلى مستوى إنه والله تعتبر ظاهرة أو مشكلة كبيرة، إنما موجودة بأشياء بسيطة، يعني خلافات طلابية، يعني ما توصل إلى حد الجريمة أو توصل إلى حد أنها توصل إلى المخافر والتحقيق. يعني شيء بسيط يوصلنا من هالأمور هذه، لما نروح كرجال أمن نلقاها مشكلة بسيطة وتنحل في خلال دقائق. فلذلك أنا أرد وأكرر أن المحاضرات سواء للطلبة أو حتى لأولياء الأمور لما يقابلون ناظر المدرسة أو وكيل المدرسة أو الأخصائي الاجتماعي، بحيث أنه يقدرون ينقلون لهم صورة كاملة وصورة مبسطة عن الإجراءات اللي داخل المدرسة بالنسبة لأبنائهم وبناتهم، بحيث أن ينقلون هالصورة هذه إلى أبنائهم وبناتهم في البيت، اللي هو أنا أعتبره رأيي الشخصي أنه أهم شيء بالنسبة للحد من العنف الطلابي. سيادتكم تعلمون دور العمل التطوعي اللي بيقوم به نادي اليونسكو في منطقة الجهراء، فهل نأخذ وعد من سيادتكم على تعاون إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن بمحافظة الجهراء مع الحملة اللي هيقوم بها نادي اليونسكو لمنع العنف اللفظي والعنف بالقول والعنف الفعلي على الطلبة إن شاء الله بداية من العام القادم؟ إن شاء الله. أنا بالنسبة لنا إحنا كوزارة الداخلية في عندنا ناطق رسمي في وزارة الداخلية، الناطق الإعلامي هذا ناطق رسمي في وزارة الداخلية هو أخوي العميد محمد صبر. بإمكان منظمة اليونسكو يقدرون ينسقون معه يقدر يعطي أمر في محاضرات معينة في المدارس، بحيث أن يخفون من ويبينون لأبنائنا الطلبة، سواء عن طريق الغلط اللفظي
وعن طريق العنف الطلابي. فيه عندنا ضباط في وزارة الداخلية على مستوى من الثقافة وعلى مستوى من الحنكة، بحيث أنه يقدرون يعطون محاضرات مبسطة ومفصلة سواء لأبنائنا الطلبة أو بناتنا الطالبات، بحيث أنه حتى عملية النطق اللفظي اللي أنت ركزت على هالنقطة هذه بإمكانهم يقدرون يلغوا لهم محاضرات مبسطة شلون يتعاملون مع زملائهم، شلون يتعاملون مع المربي الفاضل مربيهم اللي هو المدرس اللي هو من علمني حرفا كنت له عبدا. لابد طلبتنا ولابد بناتنا يعرفون ان المربي الفاضل لابد يعتبرونه مثل اب لهم، بحيث انه يستفيدون منه، يستفيدون من اخلاقياته، يستفيدون من نطقه الرسمي، يستفيدون من عمليه قوه صبره وقوه تحمله. هذه كلها الطلبه اللي هو لحد الان في بدايه حياتهم الدراسيه دائما ترسخ في افكارهم مدرسهم او ولي امره ابوه او اخوه الكبير شلون طريقته بالتعامل، شلون طريقته باللفظ الادبي، شلون طريقته بالاخلاقيات، يتعلم منه. فانا هم نصيحه لاخواني لو انهم كلهم ما شاء الله اخواننا المدرسين واخواننا الفاضلين النظار، وهذا على مستوى من الثقافه وعلى مستوى من الدرايه وعلى مستوى من الاخلاقيات العاليه جدا، بحيث انه يستفيدون منهم ابنائنا الطلبه من اخلاقياتهم ومن النطق اللفظي بالنسبه للتعامل مع الطلبه، والنطق اللفظي بالنسبه للتعامل مع المدرسين، والنطق اللفظي بالنسبه للتعامل مع جميع الموظفين في نطاق المدرسه. في نهاية هذا الحديث بنتقدم لسيادتك بجزيل الشكر على ما أخذنا من وقت سيادتكم الثمين، وواضح فعلا مدى مشغولية حضرتك أن التليفون لم يتوقف عن الرنين. في النهاية بشكر سيادتك وبنقل لحضرتك تحيات مستر فرحان فهاد العنزي مدير نادي اليونسكو ومدير مدرسة علي السالم، وبأدعو فريق العمل اللي معايا انه ياخد لقطة تذكارية مع حضرتك تنزل في الفيديو. ان شاء الله. اتفضلوا يا شباب. ان شاء الله. والاخ فرحان صديق ومربي فاضل، ودائما نحن على تواصل معه وعلى تواصل مع جميع نظار مدارس وزارة التربية في نطاق محافظة الجهرة والمنطقة التعليمية كذلك، ونتمنى لهم التوفيق، واحنا في خدمتهم وفي خدمة ابناء محافظة الجهرة خصوصا والكويت عموما. شكرا يا فندم. كلكم كلكم خليه يوقف معاهم. كيف